صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل الفراخ الكفتة بطريقة بسيطة والشكل الشهي ده. ممكن تعمليها على شواية فحم، انا عاملاها على الشواية النحاس، بس انا بعملها طبيعي دايما في الفرن على الجريل او على السياخ كده وفي الصاج، وبطريقة بسيطة قوي، وبعملها في الفرن. وهنقول دلوقتي المقادير سريع من غير ما اطول عليكم. معانا كيلو صدور ووراك بانيه صحيحة، والوراك اللي هي بتاعت الشيش. انا هعمل الصدور مع الوراك بحيث ان هي تبقى طرية احسن من ان هي افضل من ان هي تتعمل صدور بس. معانا هنقطعها قطع صغيرة كده، هو تقريبا هي في حدود كيلو. معانا بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين هقطعهم واحطهم كده في الكبة. معانا حباية فلفل كبيرة حمراء اللي هي الرومي، هقطعها واحطها مع البصل في الكبة. احنا عايزين ناخد التفل بتاعهم، وناخد برضو محتاجين المية بتاعتهم. بعد ما ضربتهم كويس قوي في الكبة ونعموا، انا هصفيهم بالمصفى بالشكل ده علشان اخد المية. وبعدين هكمل ضرب بقية المكونات، الصدور والوراك الشيش. معانا كمية من حوالي زي 150 جرام من الدهون او لية الخروف، هحطها هفرمها برضو كويس معاها، لازم لان الصدور بتبقى ناشفة عشان يبقى فيها نسبة دهون. وممكن تحطي الخلطة بتاعت الكفتة، في خلطة جاهزة بتاعت الكفتة ممكن تحطيها، وممكن تحطي بهارات الدجاج او بهارات بتاعت الشوي. هحط معلقة من البيكنج باودر، هحط معلقة صغيرة من الثوم ومن باودر البصل، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، دول معالق كبيرة، معلقة قلنا بيكنج باودر، معلقة بابريكا كبيرة. هنقلب الخليط، وانا هقول لكم كل المقادير دي هكتبها في صندوق الوصف. هقلبهم وهحط كده اللي هو التفل بتاع البصل والفلفل اللي احنا صفيناه، هحطه عليهم واقلبهم كويس. معانا بشر ليمونة، نبشر ليمونة كده، ناخد الاخضر اللي فيها اللي من بره، وبعدين هعصر الليمونة هحطها عليهم، دي البابريكا. وبعدين هقلبهم كويس واغطيها كده بالبلاستيك راب، واحطها في التلاجة حوالي زي ساعة لما تجمد شوية. وانا مجهزة الفرن يكون ساخن. معانا العصيان اللي هي بتاعت الشيش او بتاعت الشوي. معانا المية بتاعت اللي هي البصل والفلفل، هحط عليها معلقتين صلصة، ومعانا معلقتين كاتشب، واحط عليها فلفل اسود وملح، وهتبلها بقى. وبعدين هجيب كده الفراخ لما جمدت شوية، انا بحطها كده زي ما احنا شايفين، بصبعها. انا حطيت على فكرة عليها بقدونس، انا الحتة دي يمكن تقريبا ما جت، وقلبتها كويس برضو بالبقدونس. هبل ايديا كده بالعصير او بالصوص اللي هو طلع منها، وهعمل علامة الشوي. حطيت معلقة زيت، ودهنت اللي هي الجريلا دي كده بالزيت، وبعدين حطيت عليها كده الكفتة. معانا العيش الشامي او عيش التورتيلا، هندهنه كده بالكاتشب وبالصلصة وبالمية بتاعت البصل. انا حطيت كده الفحم عشان ما اطولش الفيديو زي ما احنا شايفين كده، وشويتها على الشواية. ولو في الجريل وفي الفرن بتحطيها على الجريل برضو، وبتحطي صاج تحتيها وتحطيها في الفرن حوالي ربع ساعة، وتقلبيها من الناحية التانية. والصوص اللي معانا انا بروح حاطه بالفرشة كده عليه عشان يتشرب من المية بتاعت البصل والصلصة والكاتشب. وبعدين هقلبها كده. بصوا يعني انتوا لو موجودين بقى، انا متهيألي الريحة واصله لكم بتاعت الكفتة حلوة قوي قوي، ويا ريت تجربوها بالطريقة دي. انا كده خلصتها، وعملت جزء على فكرة في الفرن. بصوا ده الشكل النهائي بتاعها، حلو قوي قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.